اللي كنقولوا ديما اون غروند ايكيب هي ليكيب اللي كتغاردي الريزولتا ديالها و على فان المهم هي لو ريزولتا. وي باسكو دابا غندخلوا في واحد كومبيتيسيون جديده، دابا تربح تو كونتينيو، تخسر تدخل الدار. مغربيه بلمسه من زياش يمرر حكيمي يرفع في القائمه لعبه ممتازه زياش وحده سيتيه مرة كتجيك اون اوكازيون، مرة عندك بزاف. المهم هي ليتا ديسبري ما تلقوش الدراري. فوالا حنا عارفين شنو باغيين وممكن جول هادي بالراس والهدف كان قريب التصدي من باسي يحرم. الحمد لله من بعد ما ضمننا التأهل للدور الثاني من كأس افريقيا بالساحل العاج قدرنا نخرجوا من المجموعة ديالنا متصدرين. اما دابا غنبداو بطولة مغايرة تماما من جميع الأصعدة على البطولة اللي شفنا في دور المجموعات، بحيث هاد الادوار اللي غنلعبوا في المباريات المقبلة ما غيكونش عندنا فرصة فين نعوضوا اي خطأ كان من الجانب ديالنا. هادشي اللي كيصعب هاد النوع من المباريات، بحيث لا مجال للتعثر ولا مجال للخطأ. الخطأ اللي يقدر يبان لك بسيط كافي باش يغير المستوى المنتخب المغربي رأسا على عقب. في النسخة الماضية بالكاميرون قدرنا نوصلوا لهذا الدور، ولكن للأسف ما قدرناش نتجاوزوا لدور الربع النهائي، بحيث تقصينا على يد الفراعنة منتخب مصر. بالرغم من أن المنتخب المغربي كان هو السباق في التهديف، ولكن للأسف تقصينا على يد المنتخب المصري في ذاك النسخة. أما فيما يتعلق بهذه النسخة، نسخة الساحل العاج كوت ديفوار، كنتمنى تكون فأل خير على المنتخب المغربي ونستطيعوا نحققوا اللقب الثاني على المستوى الافريقي بتاريخ المنتخب المغربي. اما في هذا الفيديو جيت نهضر لكم على طريق المنتخب المغربي باش نوصلوا للنهائي ان شاء الله، وشنو هما الخصوم المحتملين وشنو هما الاخطاء اللي اذا ارتكبهم المنتخب المغربي يقدر يودع البطوله. داكشي علاش كنتمناو المنتخب المغربي يكون طرف في النهائي ان شاء الله. واخا عارف ما غتكونش الامور سهله، داكشي علاش جيت نقربكم اكثر للخصم ديالنا في دور الثمن النهائي من كأس افريقيا. زائد غنعرفوا على المنتخبات اللي تقدر تواجهنا في باقي الادوار المقبله، وكذلك غنسلطوا الضوء على اكبر مشكل كيواجه المنتخب المغربي في البطوله، واللي كيشكل علينا اكبر تهديد في هذه المسابقه، واللي بسببه نقدروا نتقصاو من هذا الكام. كما كتعرفوا كاملين بقاو لينا فقط 3 ديال المباريات ونكونوا في النهائي، ثم النهائي وربع النهائي والنصف النهائي، ثم اخيرا المباراه الختاميه والنهائيه اللي ان شاء الله نتمنوا المغرب يكون طرف فيها. المباراه اللي غتكون نهار 11 فبراير 2024. بطبيعه الحال طريق المنتخب المغربي ما غيكونش مفرش بالورود، بحيث المنتخب المغربي كيتسناه مباريات صعاب وقويه في الطريق ديالو، ابتداء من الدور الثاني امام منتخب جنوب افريقيا، وصولا لدور الربع النهائي اللي غيواجه واحد من هاد المنتخبين، منتخب الرأس الأخضر أو المنتخب الموريتاني. اللي غيفوز من هاد المنتخبين غيقدر يلعب مع المنتخب المغربي إن شاء الله في دور الربع النهائي. بذلك غنكون وصلنا للنصف النهائي. النصف النهائي غتكون قمة مشتعلة، وغالبا غتكون مع نيجيريا حاليا بالمنظومه اللي عندها بقياده أوسيمين في الهجوم كتقدم ارعب نسخه ليها في تاريخها في المشاركات ديالها في كاس افريقيا، بحيث انها في هذه المباراه ديال اليوم وانا كنسجل لكم الفيديو قدرت تفوق على منتخب الكاميرون بنتيجه ديال 2-0، كما انها ضيعت العديد من الفرص كانت بامكانها تسجل 5 أو 4 ديال الاهداف. داكشي علاش كنتوقع ان منتخب نيجيريا غيكون طرف في النصف النهائي مع المنتخب المغربي في حاله استطعنا التاهل ان شاء الله. ولكن كما كتعرفوا الاخوان كلشي كيبقى وارد في كره القدم، وخصوصا في هذه النسخه هذه اللي عامره بالمفاجات واللي ما كتقبلش اي حسابات او اي توقع. الفرق كانت مرشحه باش تاخذ اللقب غادرت من الدور الاول، ناهيك على القوه التهديفيه الكبيره اللي ظهرت عند فرق اللي كانت كتبان ربما فرق ضعيفه او متوسطه، واللي ولا حاليا كيتضرب ليها 1000 حساب، بحيث شفنا منتخب غينيا الاستوائيه والاداء ديالو في المواجهه اللي جمعته مع الكوت ديفوار. بالرغم ان الكوت ديفوار البلد المنظم وعامل الارض والجمهور كان حاضر في ديك الساعه، وكيتعتبر كذلك الكوت ديفوار من كبار القاره
الا انه تمت الاهانه ديالو وسط انظار العالم. هادشي اللي كيخلي التوقعات والحسابات ما عندها حتى شي قيمه في مثل هذه المواجهات، وخصوصا المواجهات الاقصائيه 90 دقيقه على ارضيه الملعب. الاقوى بدنيا وذهنيا واللي غيستطيع يسجل من انصاف فرص واللي كيقدر يتاهل في مثل هكذا مباريات. الشيء الواحد اللي كيهم هنايا كذلك هو اخذ الحيطه والحذر واللعب بجديه تامه واحترام كل الخصوم ولعب كل مباراه كانها مباراه نهائيه. وهادشي اللي كنتمنوا نشوفوه من اسود الاطلس في المباراه القادمه امام جنوب افريقيا ان شاء الله. وهادشي اللي كينطبق على المنتخب المغربي، بحيث انه كتلاحظ منتخبات صغيره كتقدر تسجل عليك من انصاف الفرص، في حين ان المنتخب المغربي كيعاني في التسجيل من اكثر من هدف واحد. صحيح ان المنتخب المغربي كيمتلك خط دفاع قوي، ولكن هذا المشكل بالضبط كيبقى نقطه ضعف للمنتخب المغربي للاسف، ماشي في هذه النسخه فقط بل في الكثير من المشاركات ديالنا. شحال من نسخه كنا كنقدموا اداء محترم، ولكن بسبب ضعف النجاعه الهجوميه وعدم استغلال الفرص بشكل دقيق كيخلينا نغادروا جميع المسابقات اللي شاركنا فيهم. بغض النظر على ان المغرب في اغلب المواجهات ديالو كيكون هو الطرف الافضل في المباراه، فهذا المشكل بالتحديد كيشكل خطر كبير على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ماشي كيعاني من صناعه الفرص، بل العكس تماما. عندنا لاعبين الامكانيه والجوده ديالهم قادره تصنع كميه كبيره من الفرص ومن مختلف الاشكال، سواء تمريرات قصيره، مثلثات وثنائيات، او حتى على شكل عرضيات من ضربات ثابته الى اخره. لكن المشكل اننا كنفتقدوا اللمسه الاخيره، بحيث اننا كنشوفوا من بعد واحد الكم هائل من الفرص كنقدروا يلا نسجلوا هدف واحد. وهذا الشيء هذا بصراحه اللي كيخوفني شخصيا على المنتخب المغربي في الادوار الاقصائيه، بحيث اننا كنعرفوا في عرف كره القدم انك كتضيع كتستقبل، وهذا الشيء اللي كيخلينا دائما معرضين للخطر، وما كيكونش كافي باش تحافظ على التقدم ديالك، بحيث في اي لحظه تقدر تلقى هدف وتنقلب عليك الامور. وهذا الشيء اللي كنعاود لكم دابا هو اللي وقع بالضبط وحرفيا في المباراه ديالنا مع المنتخب المصري في دور الربع النهائي. في المباريات الثلاث اللي لعبهم المنتخب المغربي في دور المجموعات استطاع انه يسجل 5 اهداف، ولكن فقط هدفين من المهاجمين. الهدف الاول يوسف نصيري في مرمى تنزانيا، والهدف الثاني من حكيم زياش في مرمى زامبيا، بالرغم من ان زياش كيميل لصناعه اللعب اكثر من التسجيل. اما الاهداف الاخرى جاءت عن طريق المدافعين حكيمي وسايس وعز الدين أناحي لاعب خط الوسط. وهنا غناخذكم في اطلاله سريعه على بعض احصائيات المنتخب المغربي في مباريات المجموعات. غلقوا اسود الاطلس سدوا 44 تسديده في المباريات اللي خاضوها في هذا الدور، في حين غلقوا 14 تسديده فقط هي اللي كانت مؤطره، يعني ما بين العارضه والقائم، سجلوا منها فقط 5 اهداف. ارقام اللي كتبين كميه الفرص الكبيره، الفرص اللي كيصنعوا في كل مباراه. ولكن اللحظه فاش نجيو نترجموا هاد الفرص الاهداف، هنا فين كنلقاو المشكل. في بعض المباريات المنتخب المغربي كيواجه مجموعه من التحديات فاش كيلقى شي منتخب سد اللعب، بذلك كتكون صعيب اننا نبنيو شي هجمه ولا نوصل الكره للمهاجمين، وحتى التسديد من بعيد للاسف ما عندناش مختصين فيهم، بحيث ان المنتخب المغربي كيلعب اغلبيه على العرضيات او الدخول من العمق، الشيء اللي كيبين مدى صعوبه المأموريه. وهذا هو نموذج فقط الفروق اللي كتواجه المغرب، بحيث يجب علينا استغلال ولو نصف فرصه على الاقل تسجيل منها هدف واحد. لحد الان مازال ما واجهنا السيناريو المنتخب المنافس هو اللي يتقدم عليك ويرجع يغلق عليك المناطق ديالو، واللي كنتمناو اننا ما نعيشوش هذا السيناريو، حيت بصراحه خوتي الا وقع هذا السيناريو غنتعذبوا ديال بصح. كنتمنى من اللاعبين المهاجمين يزيدوا من التركيز ديالهم اثناء المباريات ويلعبوا بشكل مباشر على المرمى بعيدا عن اللعب الاستعراضي والفرديات والانانيه. وما نساوش ان المغرب اللي خلاه يتميز في نسخه كاس العالم بقطر هو روح المجموعه، اللي رجع كيتضرب بالمغرب المثل في هذا الامر، ورجع تكتيك وليد الركراكي والطريقه باش كندافعوا ونهاجموا في الكتله الواحده
يحير العالم بأسره. وكنتمنى في المباراة المقبلة أمام جنوب إفريقيا نستغلوا أكبر قدر من الفرص ونسجلوا أهداف باش المنتخب المغربي يبان ويظهر بشكل مطمئن، خصوصا في الشوط الأول، بحيث أن في الشوط الثاني المنتخب المغربي كيطيح من الناسق وريتم المباراة بشكل كبير بزاف. كنتمنوا هذا الشيء يتغير في باقي المباريات ونشوف المنتخب المغربي واقعي على أرض الملعب ويعطينا اطمئنان على أن المنتخب ديالنا قادر يمشي بعيد في هذه المسابقة. الانطلاقة الحقيقية إن شاء الله غتكون في مباراة يوم الثلاثاء أمام جنوب إفريقيا، وخير دليل مباراة التصفيات اللي جمعتنا معاهم. واما بالنسبه لتاريخ المواجهات بين المنتخب المغربي ومنتخب جنوب افريقيا فراه كيبين وكيجسد كميه المنافسه اللي كاينه بين المنتخبين. المنتخب المغربي لعب ضدهم 8 ديال المقابلات، انتصرنا في مقابلتين فقط، اولهما كانت كاس افريقيا بمصر سنه 2019، وثاني انتصار كان في مباراه تصفيه كاس افريقيا بالرباط مقابل جنوب افريقيا، فازوا علينا في 3 ديال المباريات. اخر مباراه كانت كذلك في تصفيات كاس افريقيا، و3 ديال التعادلات، ارقام اللي متقاربه اللي كتبين حجم النديه والمنافسه اللي كاينه بين المنتخبين، وان شاء الله نتعادلوا معهم في عدد الانتصارات في المباراه المقبله. اما في مسارهم في دور المجموعات كان عادي جدا، هزيمه في المباراه الاولى امام مالي مع تضييع النجم الاول ديالهم بيرسي تاو ضربه جزاء، ولكن في المباراة الثانية ظهروا بشكل كبير وبشكل متألق بالتفوق ديالهم على ناميبيا ب4-0. أما في المباراة الأخيرة اللي حسموا بها التأهل انتهت بتعادل سلبي من بعد ما ضيعوا العديد من الفرص، ولكن في ذاك المباراة كانوا باغيين يحققوا الأهم فقط وهو التأهل للدور الثاني. أما بخصوص قوة المنتخب جنوب إفريقيا كتكمن في المرونة التكتيكية اللي كيتمتعوا بها اللاعبين ديالهم، خصوصا على الاطراف بقياده المدرب البلجيكي هوغو بروس اللي عنده خبره كبيره في الكره الافريقيه، خصوصا انه كان بطل رفقه منتخب الكاميرون سنه 2017، وكذلك كيتمتعوا بواحد الانسجام اللي خيالي. اما فيما يتعلق بلاعبي المنتخب جنوب افريقيا فاغلبيه اللاعبين ديالهم من نادي سان داونز وهو كذلك نادي بجنوب افريقيا. كنلقاو فقط 3 ديال اللاعبين محترفين، والابرز نجم ديالهم هو اللي محترف بالنادي الاهلي المصري، النجم الذي اصبح معروف في الكره الافريقيه بيرسي تاو. منتخب جنوب افريقيا اللي كيقدم واحد الكره اللي ممتعه وهجوميه وكيتميز بصناعه فرص كثيره في المباريات ديالهم. اكيد ان لاعبين المنتخب المغربي كيتميزوا على لاعبين المنتخب جنوب افريقي، ولكن الحقيقه ان اللاعبين على ارضيه الملعب كتغيب الفوارق ديالهم، خصوصا عندما تلعب على الشعار وعلى البلد الذي تمثل. بذلك كنتمنى التوفيق للمنتخب المغربي في هذه كاس افريقيا بالساحل العاج، ويقدم مستوى اللي يكون تاريخي، وبذلك تكون نسخه استثنائيه وتكون كوديفوار فعل خير على الكره المغربيه. وكنتمنى المنتخب المغربي يكون في احسن الاحوال ديالو ويظهر باحسن حله، ويحسم كذلك المردود ديالو باهداف اللي تخلينا نلعبوا وحنا مرتاحين، وبذلك نكون تفادينا اي سيناريو من شكله يخلي خطر على الاقصاء ديال المنتخب المغربي. حتى هنايا الاخوان كنا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم المقطع. الا كنت وصلتي لهذه اللحظه لا تنسى الصلاه على النبي ومشاركه المقطع مع الاصدقاء ديالك الا كان عجبك الفيديو، وما تنساش تدعمنا بلايك والسبسكرايب وتشترك في القناه ديالنا الى عجبك المحتوى ديالنا. السلام عليكم.